اهلا بيكم في فيديو جديد، وفيديو النهارده بعنوان ازاي تقدر تختار الكارير المناسب ليك، او ازاي تقدر تختار الكارير اللي انت عايز تكمل فيه. واللي كتير مننا قوي فتره العشرينات بقى بيبدا يسال نفسه انا عايز اشتغل في المجال ده، لا انا عايز اشتغل في المجال ده، طب انا محتاج ان انا اسافر، طب انا مطلوب مني اعمل ايه بالظبط. في الفيديو ده هوريك ازاي تأهل نفسك للكارير المناسب ليك باستخدام 10 عادات انا بسميهم 10 عادات لاختيار مهنة احلامك. لو اتبعت ال10 عادات دول هتقدر في وقت قليل تحدد الكارير اللي انت عايز تكمل فيه وتستمر فيه بقى بقية حياتك. اول عادة فيهم هي ابدأ من النهاية او begin with end in mind، والعادة دي اتكلم عنها ستيفن كوفي في كتابه The 7 Habits of Highly Effective People. والعادة دي بتقولك انت لازم تعرف انت عايز تروح فين، ولما تعرف انت عايز تروح فين هتعرف انت فين دلوقتي وتبدأ تاخد الخطوة في الاتجاه الصحيح. وافضل طريقة عشان تحقق ده لازم تعرف نفسك كويس وتعرف انت عايز ايه. اكتب لنفسك مهمة خاصة بيك او هدف او غاية عايز تحققها، وعشان يكون عندك المهارة دي لازم ترسم طريق لحياتك. يعني معنى كده انك لازم تعرف نفسك كويس، ولو مش عارف في طرق كتير قوي هتساعدك ان انت تعرف نفسك وتكتشف ذاتك. العادة التانية لا تتبع شغفك او don't follow your passion. في محاضرة لستيف جوبز في جامعة ستانفورد، المحاضرة دي كانت عن الشغف والحماسة وانك لازم تحارب من اجل حلمك. في المحاضرة دي ستيف جوبز قال انك لازم تتعلم مهارات كتير وهتعرف فايدتها في المستقبل، وفي النهاية قال انك ما تبدأش بالشغف عشان الشغف هو نقطة وصول وليس نقطة انطلاق. باختصار الكلام ده هو ان الشغف كلمة اساء البعض استخدامها بشكل دعائي او بشكل تجاري، والقصص اللي بتتحكي عن كل المليونيرز دول مش حقيقية تماما. بمعنى ان انت ممكن يكون شغفك مثلا ان انت تجمع عملة، او شغفك ان انت تاكل او تلعب فيديو جيمز. فانت ممكن تقول لي طب ما في ناس بتعمل الحاجات دي ومشهورة جدا والدنيا معاها تمام. هقول لك هو الموضوع ده زي ما نجح مع شخص فمش هينجح مع مليون شخص. خلاص الكلام ده اتباع شغفك وهي مش نصيحة كويسة، بس الناس بتستخدمها عشان يحمسوا بعضهم مش اكتر. ثالث عادة هي لا تتبع المال او don't follow the money. هحكي لك كده قصة صغيرة. كان في يوم من الايام شاب اسمه توني شاي. المهم الشاب ده اتخرج من جامعة هارفارد متخصصا في علوم الكمبيوتر. اشتغل في بداية حياته مبرمج في شركة اوراكل الشهيرة، وبعد كده بدأ سلسلة نجاحات ومشروعات كتير. المهم بعد كده تحول توني شاي لواحد من اشهر وابرز رجال الاعمال في الولايات المتحدة في الوقت ده، وكان المدير التنفيذي لشركة زابوس اللي اتباعت لامازون ب1.2 مليار دولار. المهم بعد كده كان في لقاء مستضيفين فيه توني شاي. الراجل ده بقى قال لك ايه؟ قال لك اتبع رؤيتك ولا تتبع المال، والمال سوف يتبعك في النهاية. معنى الكلام ده ان الاستراتيجية الصحيحة لازم يكون ليها الأولوية عن العائد المادي للمشروعات. العادة الرابعة وهي العب على نقاط قوة او play to your strengths. كتير مننا طبعا بيتولد عنده مهارات وموهبة مش عند حد. عندك مثلا الليو ميسي ما حدش بيعرف يقطع منه الكورة خالص. انت برضو عندك مهارة مش عند حد. يعني هتلاقي مثلا فيما بيننا اللي عنده المهارة في الرياضيات، اللي عنده المهارة في البرمجة. الحاجات اللي زي دي بتبقى بالنسبة لغيرك هي حاجة صعبة جدا، بس بالنسبة لك انت ممكن تعملها بمنتهى السهولة. في مقولة مشهورة جدا لرجل اعمال هندي اسمه رافال ريفيكانت، يا رب اكون بنطق الاسم صح. بيقول لك بقى ايه رجل الاعمال ده: choose something where it seems like work to others but it feels like play to you. بمعنى انك اختار اشياء هي بالنسبة لغيرك محتاجة مجهود، لكن بالنسبة لك هي مجرد لعبة انت بتتسلى فيها. وده بالظبط اللي وضحه الكاتب كال نيوبورت في كتابه So good they can't ignore you. خلاص الكلام ده انت لو استغليت حاجة انت بتحبها وحاجة بالنسبة لك سهلة فاكيد 100% انت هتنجح فيها. العادة الخامسة هي ضيف قيمة للآخرين أو add value to others. في مقولة مشهورة جدا للمؤلف زاك زيجلر بيقول فيها If you give other people what they want you will get anything that you want. بمعنى إنك لو اديت قيمة أو مدحت أي حد شغال معاك هيبقى في نوع من التقدير ما بينكوا، والشخص اللي أنت مدحته ده هيبقى مستعد يعمل أي حاجة عشان يرضيك. سادس عادة هي اذهب حيث تكون الفرص أو go where the opportunity is. تعال احكي لك كده قصة صغيرة. لو انت دلوقتي عندك 15 سنة وعايش وسط قبيلة، فبتسأل نفسك ايه اللي انت ممكن تعمله وسط القبيلة دي. القبيلة دي فيها 20 صياد ومزارع واحد بس. ال20 صياد دول كويسين قوي في مهنته، وكذلك الكلام ده بالنسبة للمزارع. لو انت حبيت تتعلم الصيد وتبقى منهم مش هتاخد اقل من سنين، لكن لو انت حبيت تتعلم الزراعة ممكن في اقل من سنة تبقى زي المزارع ده واحسن منه كمان. وعايز اقولك ان لو جه في يوم من الايام وواحد من الصيادين دول مات او حصل له حاجة الدنيا مش هتقف لان في 19 غيره، لكن لو المزارع ده في يوم من الايام حصل له حاجة او مات فالزراعة كلها هتقف. فانت لازم في حياتك تتعلم انك تبقى زي المزارع، بمعنى انك تتعلم ابدأ في مجال الفرص فيه كتير قوي للنجاح.
مش مجال فيه بدل الواحد مليون واحد. العادة السابعة هي اختار مهن تزودك بالقيمة أو choose jobs that give you value. كتير مننا لما بنيجي ندور على شغل بيبقى طبعا هدفنا الأساسي إننا احنا محتاجين فلوس، وده طبعا شيء منطقي، بس الأهم دايما فكر في الفوائد اللي هتكسبها من الشغل ده، زي مثلا القيمة اللي هتعود عليك، الخبرة اللي هتكتسبها، المهارات اللي هتكتسبها. والدليل على كلامي ده ان اكبر رجال الاعمال كانوا بيشتغلوا في الاول شغلانه عاديه خالص، بس كانت نظرتهم مختلفه. العاده الثامنه ودي مهمه قوي ركز فيها، وهي تجنب اتخاذ القرارات لا رجعه فيها او avoid making irreversible decisions، بمعنى انك تبقى مرن على قدر الامكان. عشان كده جيف بيزوس رئيس شركه امازون اتكلم عن وجهه نظره في اتخاذ القرار، وشبه ده بالظبط كأن بالظبط في قدامك بابين، باب منهم انت بتقدر تخرج منه وبعد كده بتقدر ترجع تاني، والباب التاني انت بتقدر تخرج منه بس مجرد ما انت بتخرج الباب بيتقفل وما بتقدرش ترجع تاني. معنى الكلام ده انك لو فكرت تاخد قرار لا رجع فيه في شركتك فانت محتاج تفكر كويس، وعشان تعمل ده لازم تتعلم مهارات كافية اللي هتمكنك من حاجة زي كده، زي مثلا تتعلم التسويق الالكتروني، المبيعات، كل المهارات الخاصة بالتكنولوجيا. العادة التاسعة هي جرب حاجات جديدة أو try new things. كتير من الناس بيبقوا مش عارفين هما مميزين في ايه بالظبط أو ايه اللي ممكن يشتغلوا فيه، وده بيشرح بالظبط العادة دي، انك لازم تتعلم مهارات كتير، زي انك مثلا تتعلم لغات، تتعلم برمجة، تتعلم ديجيتال ماركتينج. كل المهارات دي هيبقى لها تأثير عليك في المستقبل. ومن اهم الحاجات برضو اللي انت لازم تتعلمها انك تختلط بالناس وتعرف هما بيفكروا بايه. العادة العاشرة والاخيرة هي قم بابحاثك او do your research، ودي باختصار هي انك لازم تدور كويس في اي مجال انت ناوي تبدأ فيه وتعرف عنه كل حاجة وتعرف بالظبط ايه اللي مطلوب منك وايه اللي انت المفروض تعمله. بس كده اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه.